السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل بقى معاكم احلى فطير مشلتت ان شاء الله. بعد الفيديو ده هتعملي الفطير وهتبقي استاذة فيه. بجد الفطير تحفة جدا ما شاء الله. وهقول لك ازاي يطلع معاكي طري ومورق، وازاي برضو طريقة التسوية، وازاي يبقى طري كده، وازاي طريقة العجن. ان شاء الله كل هتشوفيه في الفيديو. بعد الفيديو ده هتبقي استاذة فيه من اول مرة. بس ما تسيبيش تركات صغيرة بتفرق جدا في ان انتي تطلعيه كويس، وتطلعيه كده طري وحلو. وطعمه برضو السكر والملح مظبوطين فيه 100%. يعني من الاخر جيتي في المكان الصح. الفيديو ان شاء الله هوضح فيه كل تركاية تطلع الفطير معاكي تحفة جدا جدا ان شاء الله. بس بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك ونبدأ نسمي بالله. انا هنا هستخدم كيلو من الدقيق. تقدري ان انت تستخدمي نص كيلو، يعني حسب انت ما انت هتعملي. انا هنا هستخدم كيلو دقيق، مش لازم من الاكياس، عادي من العطار. هستخدم له بقى معلقتين ونص من السكر، معلقتين كبار ونص من السكر، مع نص معلقة كبيرة من الملح او معلقة صغيرة من الملح، مع كوبايتين ونص من المية. دي المقادير هتحطيها، ولو عوزنا مية هنحطها برضو في العجن. يعني كمية المية بتبقى حسب نوعية الدقيق. انا بحط كوبايتين ونص من المية مرة واحدة على كيلو دقيق. وبعد كده لو عوزتي يعني هتعوزي ربع كوباية، مش اكتر من كده لو عوزتي حسب نوعية الدقيق. بعد بقى ما عجنتها كويس جدا، يعني عجينة الفطير لازم تعجنيها كويس جدا عشان تبقى معاكي ناعمة وتتفرد معاكي بكل سهولة. هشتغل فيها على طول، مش هسيبها تريح ولا حاجة. هدهن بس كده الصينية او البلانشة معايا بدهنة من الزيت. وهقسم الكيلو من الدقيق، هقسمه 8 كور، يعني 8 كور. احاول 4 كده يبقوا كبار و4 يبقوا وسط شوية، علشان انا هعمل بالكيلو دقيق 4 فطاير. كل فطيرة باربع كل فطيرة بكورتين بس. هقطعهم كده، احاول بقى ان انا اقطعهم، احاول القطع برضو تبقى متساوية شوية، ما يبقاش واحدة كبيرة او واحدة صغيرة قوي. هكورهم بقى كده علشان برضو ايه اللي تبقى ناعمة معاكي وتبقى كويسة جدا معاكي في الفرد. شايفين بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هعمل معاهم كده كلهم من غير لا زيت ولا اي حاجة، علشان لما تيجي تفرديها تتفرد معاكي ما شاء الله. هتلاقوا العجينه ناعمه جدا معاكي. اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تعجنيها كويس جدا وتديها حقها في العجن، هتبقى معاكي ممتازه. انا حطيت اهو كل 2 هستخدمهم في فطيره. بعد ما كورتهم كده همسحهم بقى بمسحه من الزيت، مسحه كويسه من الزيت. وهسيبهم في المرحله دي يرتاحوا مش اقل من 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هبدأ بقى ان انا اجيب بقى كوباية من الزبدة على معلقتين كده من الزيت. هسيحهم بقى وابدأ ان انا ارش الرخامة بتاعتي برشة كده من السمنة. وابدأ زي ما انتوا شايفين كده في الصورة. هاخد كورة واحدة كده وابدأ ان انا افردها واقلبها من ناحيتين علشان الزبدة تبقى فيها من كل حتة. لقيتوها كده العجينة بترجع معاكم، استنوا عليها حوالي 5 دقايق على الرخامة زي ما هي، وابدأوا ان انتوا تشتغلوا فيها تاني. هتلاقوها بتتفرد معاكم بكل سهولة. شايفين اهي، كل ما بفردها بترجع تاني. هسيبها كده بعد ما سبتها تريح شوية حوالي 5 دقايق. هتيجي بقى تفرديها وتتعاملي معاها، هتلاقيها بتتفرد معاكي جدا جدا. ده سر التوريقة بتاعته. شايفين ما شاء الله الرخامة باينة منها بسبب ان هي مفرودة كويس ومعجونة كويس. اهم حاجة بقى الحروف بتاعتها ما تبقاش تخينة معاكي. هرش برضو رشة من الزبدة كده. ينفع زبدة وينفع سمنة يعني، بس ما ينفعش زيت بس. دي اول واحدة زي ما قلت لكم. الفطيرة الواحدة هستخدم فيها كورتين من دول. هتعمل برضو معاها زي الاولانية. شايفين ما شاء الله تحفة. هفرد كده من جوه لبره، من جوه لبره، علشان ما تفرديش من بره
وتيجي تلاقيها من جوه كده القلب معجن او القلب تخين معاكي. لازم الفطير يبقى رقيق علشان لما تيجي تسويه ما يديلكيش طبقة من جوه طبقة تخينة كده، لا الطبقة بتاعتك تبقى رفيعة وتبقى مورقة. يعني بدخل ايدي كده بالراحة، مش هتتقطع معاكي ان شاء الله، وبرده مش هتلزق بسبب السمنة اللي احنا حاطينها على الرخام. هوزع بقى كده السمنة في كل حتة، وابدأ ان انا افرد اول واحدة انا عملتها، وابدأ ان انا اطبقها تاني بنفس الطريقة. يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، وتبدأي كده ان انت تتشجعي وتقومي وتعمليها. معلش بقى الكاميرا فصلت، هعمل لكم برضو واحدة تانية معاكم علشان برضو اجيب القفلة بتاعتها. دي اول واحدة فردتها، شايفين لما بسيبها بتريح على الرخامة بتتفرد معاكي بكل سهولة. انت نفسك مش هتصدقي ان انت اللي فردة الفطيرة دي، هتلاقيها مميزة جدا معاكي. هطبقها برضو بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوا فيها الاولانية. يعني ما بين كل رق ورق كده بحط رشة من الزبدة عشان تيجي مورقة معاكي. دي التانية نفس الطريقة برضو. بعد ما اتفردت كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، شايفين اهو، هدخل ايدي كده واسحبها بالراحة، ادخلها من كل حتة واسحبها بالراحة، هتديكي نتيجة ممتازة. هجيب بقى الاولانية كده وبرضو هحطها في قلبيها. بعد بقى ما فتها كده اهو، هجيب التانية واحطها بنفس الطريقة الاولانية اللي انا عملتها، وابدأ ان انا اطبق كده الاطرف عليها. برضو منساش رشة الزبدة علشان دي اللي هتخليها مورقة وتحفة معاكي. شايفين الفقاقيع ديك هي اللي بتبقى ده دليل ان هي مفرودة كويس جدا ومورقة معاكي. هجيب بقى الصينية بتاعتي وارشها برشة من الزبدة، واروح قافلاها بالطريقة دي واحطها فيها. انا كده عملت الاربع فطاير معايا. هسيبهم حوالي بقى نص ساعة، مش اقل من نص ساعة، وتبدأي ان انت تفرديهم كده وتدخليهم الفرن. هفردها ومن فوقيها كده هرش رشة من الزبدة. اهم حاجة ما خليهاش يعني السمك بتاعها لا تخينة قوي سميكة قوي ولا رفيعة، يعني تبقى مظبوطة، علشان الفطير لما بيبقى تخين معاكي بيبقى طعمه مش حلو. لازم تبقى رفيعة كده وايه حلوة معاكي. شايفين ما شاء الله، بدخله على فرن سخن. بحطه في الرف الاخراني اللي هو ملامس للنار. بمجرد ما يتحمر من تحت كده تحميرة بسيطة بشغل عليه الشواية، بيبقى تحفة. بس ناخد بالنا من التسوية كويس جدا علشان ما يحمرش معاكي وينشف. الشواية برضو ما تخليهاش نارها عالية جدا عليه علشان ما يجيش لونه مش كويس معاكي. اهم حاجة اول ما يخرج بقى بديله رشة من الزبدة وبغطيه كويس جدا بغطا ولا اي حاجة.